دقيقة 66. الهلال السوداني الآن ينتفض. قلت الضغط المتواصل يولد الانفجار، والانفجار تم طبعا بإيجاد الثغرة المناسبة. وهدف ثاني، رائع، هدف ثاني رائع من أحمد البشير الذي دخل في الشوط الثاني. هدف رائع للهلال السوداني دقيقة بعد تسجيل هدف التعادل. هو الفريق الهلال السوداني يمضي الهدف الثاني برأسية رائعة من أحمد البشير الذي دخل في الشوط الثاني، دخل منذ قليل، لاعب رقم 4 محمد أحمد بشير. هدف ثمين جدا، هدف مهم جدا بالنسبة لبقية مشوار الهلال السوداني. يعني استرجع أنفاسه ولم ينهزم، بقي مصر على العودة بالنتيجة، وكان له ما أراد بهذه الكيفية. كانت تمريرة ذكية وضربة رأسية. سنشاهد اللقطة بالصورة البطيئة بدون شك من مخرج هذه المباراة التي تنقل مباشرة من ملعب 11 يوليو بطرابلس بليبيا الشقيقة بين الاتحاد الليبي والهلال السوداني. وانطلاقة من جديد لصالح الهلال السوداني. سريع الكرة وسريع اللاعب السوداني، لكن الدفاع يتولى التغطية. يونس الشيباني. انطلاقة من جديد لصالح الاتحاد الليبي. حاولت البحث الآن عن الهدف الثاني. في كل مرة الهلال يفرض على الاتحاد البحث عن هدف التعديل. صعب جدا أن تبحث عن هدف التعديل، لأن الهلال يبقى في وضعية مريحة إلى حد ما. يدافع، يحاول أن يمتص محاولات الاتحاد الليبي. 68 دقيقة لعب، نتيجة تغيرت الآن. هدفين في ظرف دقيقتين، هدف تعديل لصالح الاتحاد الليبي وهدف ثاني لصالح الهلال. كرة ممتازة على الجهة اليسرى، ترفع الكرة وخروج الحارس. طول قامة فارع وإمكانيات كبيرة عند المعز محجوب الذي يطمئن رفاقه بهذه الكيفية. شوف التمريرة الذكية كانت من سادومبا لاعب زيمبابوي، لا كانت من اللاعب المتميز مدثر كاريكا واللي مرر هذه الكرة. شوف رفع هذه الكرة والضربة الرأسية يقطعها في القائم الأول.